السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ زي ما واضح كده من الفيديو بتاعنا ان النهارده الوصفة ان شاء الله رز باللبن. رز باللبن من الحاجات المحببة جدا لكتير مننا. مناسب في كل الاوقات، مناسب يتاكل الصبح، مناسب يتاكل بالليل، مناسب يتاكل بعد الظهر، مناسب يكون جاي لنا حد ضيوف مثلا او صحابنا ونعمله ونقدمه. مناسب ان احنا لو رايحين لاصحابنا وكل واحد هيعمل طبق مثلا ديش بارتي ولا حاجة ناخده معانا، نعمل بولة كبيرة أو في قالب أو يعني قالب كبير وناخده معانا. ظريف وخفيف بصراحة وجميل ومناسب لكل الأوقات في مناسبات وغير مناسبات. ايه التكات وايه الحاجات اللي بتخليه حلو وأحلى من بتاع المحلات؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاعنا، بس نتابع مع بعض الفيديو للآخر وإن شاء الله هيطلع معانا أحلى رز بلبن بفضل الله. المكونات بتاعتنا عبارة طبعا الأساسية عن سكر ولبن ورز. الكوباية اللي هنعاير بيها الرز هنعاير بيها كل المكونات. انا معايا 2 لتر لبن هنا. مش هحتاجهم كلهم، ما اخدتهمش كلهم يعني. كان بقى حوالي كوباية كده، يعني حوالي 2 إلا ربع لتر لبن على كوباية الرز دي. الكوباية دي هحط عليها 8 كوباية الرز 8 كوبايات مية وكوباية ونص سكر. وهحط عليها علبة كريمة لباني، ممكن يبقى نص علبة كريمة لباني برضو ماشي الحال، وشوية فانيليا، ومعانا معلقة كبيرة أو معلقة ونص نشا. ايه التكة وايه الحاجة اللي هتخلي الرز بتاعنا أطعم من بتاع المحلات؟ هنشوفه في الفيديو مع بعض. في ناس كتير ربما تكون ما بتحطش الكريمة اللباني. الكريمة اللباني نقدر نستبدلها بقشطة على فكرة، لو في طبعا قشطة بلدي يكون جميل جدا. اول حاجه معانا حله بقى، هنغسل كوبايه الرز اللي معانا. طبعا انتي لو عايزه تزودي او عايزين تزودوا الكميه بنضاعف كل حاجه. لكن ده معيار الكوباية اللي انتوا شفتوها دي. حطيت عليها 8 كوبايات مية مغلية، غليتهم في الكتل وحطيت على الكوباية بعد ما غسلتها كوباية الرز 8 كوبايات مية مغلية وذرة ملح، وحطيتهم على نار هتبقى نار هادية. بعد ما يغلي اهدي النار لان المية بتفور. بعد ما يغلي وتشرب بس ما يتشربش قوي، يبقى لسه فيه مية. زي ما هتشوفوا كده دلوقتي لسه فيه ميه، ممكن يبقى فيه كده واكتر من كده شويه برضو مش مشكله، يبقى فيه ميه اكتر من كده شويه مش مشكله. لما يبقى كده بقى ما تمسكش لسه ولا استوى ولا تلدن ولا اي حاجه، يعني لسه فيه ميه زي ما انتوا شفتوا. هنزل عليه باللبن بتاعي واللبن يكون مغلي، يعني انزل عليه بلبن مغلي سخن وافضل اقلبه بقى. يعني ممكن ياخد تلت ساعة ربع ساعة على حسب، بس على نار هادية. أهدي النار بقدر الإمكان، يعني نار مش عالية قوي مش متوسطة، نار هادية إلى حد ما. تمام. ورايحة جاية بقى أقلب فيه علشان ما يلزقش. طبعا زي ما انتوا شايفين أنا بعمله في حلة ستانلس، يعني دي حلة ستانلس. أقلبه بقى طول ما أنا رايحة جاية. أنا كده بعد ما تقريبا خد نص المدة حطيت السكر، يعني وهو لا اكتر من نص المدة، 3/4 المدة بحط السكر. بعد ما احط السكر بحوالي 10 دقايق او اكتر شوية بنزل بالكريمة اللباني. الكريمة اللباني انا حطيتها بس للأسف نسيت اصور اللقطة وانا بحطها، فاللي انا حطيته ده ان انا حطيتها فيها شوية لبن كده عشان لو فيها اي حاجة لسه من الكريمة تنزل مع اللبن. بعد الكريمة اللباني بحوالي 4 5 دقايق كده بنزل بقى بمعلقة سمن بلدي. بصراحة دي التكة اللي بتخلي الرز يروح في حتة تانية خالص يعني. زي ما قلت لكم انا حطيت علبة الكريمة اللباني كلها على الكمية دي. الكمية دي لو زودناها برضو زودناها شوية هحط برضو هي علبة كريمة لباني مش اكتر. تمام. بعد ما احط بقى السمنة، يعني انا بحط السمن والكريمة اللباني قبل ما هطفي بحوالي ربع ساعة يعني. تمام، بس ورا بعض كده يعني. احط الكريمة بعدها ب5 دقايق، احط السمنة بعدها بحوالي 5 دقايق يغلي كده ويتشرب وياخد من السمنة كده وتندمج وتدوب فيه. احط بقى النشا، انزل بمعلقة النشا زي ما انتوا شفتوا كده واقلب. مجرد ما بحط النشا الرز بيبتدي يلف ويتقل معايا. اقلبه بقى يعني تقلبتين حلوين كده، اسيبه يغلي كده زي ما انتوا شايفين تك 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 تك، يعني الغليان وكده يبقى قوي. وبعدها اطفي النار وشكرا بقى، خلاص كده خلصناه. اجيب بقى الاطباق بتاعتي اجهزها، سواء هحط في اطباق سلاطين، هحط في كاسات، هحط بقى في قالب
على بعضه، هحط في بولة، اللي هحط فيه ابقى مجهزاه ويبقى ناشف ما فيهوش ميه. واجهز برضو المكسرات بتاعتي اللي هحتاج احطها جنبي. اللي يحب بقى يحط مكسرات، اي نوع مكسرات. انا يعني بكتفي بالزبيب والجوز الهند، لان دول الحاجتين اللي ممكن يبقوا متقبلين في البيت يعني، ومش كله كمان بيحب المكسرات يعني. هبتدي بقى اغرف. شايفين ما شاء الله هو ما بينشفش، ما سيبوش ينشف لما يشرب اللبن بتاعه وهو على النار، لا هو لسه فيه اللبن كده. ابتدي اغرفه بقى. انا زي ما انتم شايفين كده كل طبق او كل بولة حطيت فيها كبشتين من الرز بلبن. هغرف واحد تاني معاكم وبعد كده نشوف بقى هنعمل ايه. هو عمل معايا حوالي تقريبا 14 طبق، كل طبق فيه كبشتين. انا عملت تقريبا حوالي 19 اطباق صغيرين، والبولة الازاز الكبيرة حطيت فيها الباقي. بس انا نسيت اعاير في البولة الازاز، لكن هي تقريبا يعني بالنظر كده تكون ممكن تكون خدت 4 اطباق مثلا ولا حاجة من الاطباق دي يعني، اللي هو مثلا طبق فيه كبشتين. يعني انا معانا حوالي 13 14 طبق. يعني كوباية الرز دي والاتنين لتر لبن الا ربع عملوا حوالي من 13 ل 14 طبق رز بلبن. الطبق فيه كبشتين. شايفين جوسي ازاي؟ شايفين يعني مش ناشف مش ماسك، وانا لسه غرفاه دلوقتي فلسه سخن لسه ما تمسكش يعني، هو نازل من على النار. زي ما انتم شايفين كده. شايفين الحلة بفضل الله يعني ما شاء الله ما لزقش فيها، مع ان هي حلة ستانلس يعني. الستانلس بالذات مع الرز بلبن يعني على طول بيشك فيها. ف... فشايفين ما شاء الله. ليه نهدي النار وبراحتنا خالص. ده شكله بقى تاني يوم بعد ما طلع من التلاجة. انا كنت عاملاه بالليل، الصبح كده بقى ده شكله بعد ما طلع من التلاجة. طبعا علشان احافظ على شكله وشه يبقى مندي وجميل كده لازم اغطيه، يعني بعد ما اغرفه بشوية واحط المكسرات بتاعتي. في اللي بيحب يحط قرفة برضو يحط قرفة، في اللي بيحب ما يحطش خالص ما يحطش خالص. زي دي يعني المكسرات حسب الرغبة، فستق بقى جوز لوز اللي تحبوه. أه حطيته بقى في التلاجة. لازم اغطيه، لازم يتغطى. لو ما اتغطاش وشه هينشف في التلاجة. اي حاجة بتتحط في التلاجة بتتغطى، بالذات منتجات الالبان يعني والجبن والحاجات دي. فبنغطيه بيحافظ بقى على وشه جميل كده. طبعا الدسامة اللي فيه، الكريمة اللباني، السمنة البلدي. السمنة البلدي بجد جربوها، والكريمة اللباني. رز بلبن بفضل الله يعني اي حد بياكله من ايدي، مش والله مش بشكر في نفسي، بس هي دي الحقيقة، بيعجب بيه جدا. وبيسألني يعني معظم الناس اللي بتاكله من ايدي بتقولي عاملاه ازاي. بالنسبة للحلل برضو أي نوع متوفر عندك اعملي فيه ستانلس أو ألمونيوم أو أي نوع، بس المهم نهدي النار. بالنسبة للبن، لو متوفر لبن بلدي دسم طبعا يكون أفضل، يعني أنا لو متاح قدامي بجيبه وبعمله طبعا بيكون أفضل للرز باللبن. كمان معلقة السمنة البلدي دي والقشطة أو الكريمة اللباني بتبقى حاجة تانية خالص. جربوه وإن شاء الله هيعجبكم. شايفين الشكل؟ يعني أنا هغرفه كمان معاكم كده من البولة ما شاء الله. هغرفه معاكم كده وشوفوا عامل ازاي تاني يوم. يعني ما شاء الله كريمي خالص، كريمي ما شاء الله. وطعمه بجد بجد كان تحفة. طبعا هو بيبقى يعني محبب كمان للأطفال وللكبار والله يعني بصراحة. يعني بصراحة يعني الواحد لو يقدر ما يمنعوش من البيت. شوفوا بقى 14 2 لتر لبن، كوباية ونص سكر، كوباية رز، عملوا حوالي 14 طبق. طبق فيه كبشتين. انا معرفش الجاهز بيتباع بكام دلوقتي، ما عنديش فكرة. على فكرة في ناس كمان يعني لو انتوا حابين تدخلوه تحطوه في قالب وتدخلوه الفرن ياخد وش كده شغال يعني. لو ده طبعا ده حسب الرغبة برضو. مش عارفة طبعا انتوا تقدروا تحسبوها بقى. 2 لتر لبن تقريبا، تقريبا لتر ب25 حاجة زي كده، او 22، مش عارفة. كوباية ونص سكر، يعني تقريبا 200 300 جرام سكر. والرز 200 جرام. وكيس الفانيليا ما اخدتوش يعني، بنحط معلقة صغيرة فانيليا يعني. والنشا معلقة ونص نشا تقريبا.
شوفوا ده يتكلف كام، يعني كل التكلفة دي كام، وشوفوا لو انتوا هتشتروه من بره هيبقى بكام، غير النظافة، غير الطعامة، غير انه يعني معمول في البيت بإيدك. والواحد لما بيعمل حاجة بصراحة في البيت وبتطلع حلوة بيبقى مبسوط جدا وسعيد بيها يعني. طبعا دي من الحاجات اللي الواحد يحب يعملها ويدي للجيران ويهدي يعني. زي زمان، عايزين نرجع أيام زمان كده، والله الأيام دي اللي كانت كلها بركة. نخبط على جيراننا، خالته أو يا طنط أو يا يعني أي حاجة، أبلة ماما بعتلك طبق رز بلبن أو طبقين، يعني الحاجات دي يعني اتعودنا عليها وكبرنا عليها. يا ريت نرجع العادات الطيبة دي تاني. والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا على 7 جار. وبرضو النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. إن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تقولي لي رأيكم في الكومنتات، وتعملوا لايك وشير علشان يوصل لأكبر عدد ممكن، وأكتر عدد يستفيد بيه. ويا ريت لو مشتركتوش لسه في القناة تشرفوني باشتراككم في القناة، عايزين نكبرها ل10,020 وأكتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أمان الله.